نعمل ده ازاي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد عمار، برحب بيكم. حابب أشكركم على تفاعلكم على الفيس الغير متوقع. أنا نفسي اتفاجئت. ما تنساش تشاركنا أفكارك وآرائك في التعليقات وتقول لنا إيه اللي ممكن نعمله المرة الجاية، وكمان تشترك بالقناة وتشغل الجرس عشان لو في أي فيديو جديد يجي لك إشعار بيه. ولو حابب ترتب أفكارك في فوتوشوب فإحنا شغالين في كورس تعليم فوتوشوب CC 2018، ممكن تشاركنا فيه. واخيرا الملف اللي احنا اشتغلنا عليه سواء الصوره او ملف الفوتوشوب هتلاقيه في رابط في اول تعليق. دمتم بخير. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كاول خطوه للوصول للرفليكشن، الصوره دي ان شاء الله احنا هنطبق عليها. في الاول خلينا نتاكد من الايمج سايز بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين الريزولوشن بتاع الصوره. تاني حاجه عايزين ندخل لكانفاس سايز ونبدأ نشتغل كأول خطوة لينا في الشغل. دلوقتي أول حاجة احنا هنغيرها، هنخليها بنسبة مئوية %. أوكي، عشان تبقى هتبقى 100 ل200. الأنكر هنا هنخليه بالشكل ده كده لتحت. طبعا لو عندك مشكلة في انك تفهم التفاصيل، احنا شغالين في كورس فوتوشوب للسلسلة الأولى في بنتعلم فيها الأساسيات، حتى ممكن تتابعوا معانا تعرف التفاصيل دي. نخلي هنا 200 ونضغط اوكي، وبعد كده هناخد كوبي من اللاير، نعمل كنترول جي. اوكي، طيب تاني خطوة عايزين نعمل تشيك سريع للرولر والسناب. اوكي، وبعدين هنيجي من هنا من الجاد لاين هنا بالشكل ده، يبقى في السنتر في المنتصف. ولو انت عايز تخفي جايد لاين انت ممكن تخفيه عن طريق كنترول اتش او ترجعه تاني كنترول اتش تاني. ولو عايز تعرف تفاصيل اكتر برضو هتلاقيه في الكورس، هسيب لكم رابط لي في الوصف تحت. وبعد كده هنعمل سيلكت، هنيجي من هنا سيلكت من كورنر من هنا لهنا بالشكل ده كده، وبعدين هاخد كنترول جي، وبعدين اخد كنترول جي تاني. يعني انا هعمل هنسخ منه، هعمل منه نسختين، كوبي كوبي. تمام، وبعدين هعمل كنترول تي للكوبي لللاير اللي انا اخدت منه كوبي على اساس انه هنبدا نعمل منه ريفليكشن. طيب هنعمل كنترول تي واضغط شيفت وانزل بالشكل ده كده، وبعدين اضغط انتر. طيب دلوقتي احنا عملنا فعلا بدأنا نبدأ في الخطوات العملية. ونيجي هنا ناخد بس ننزل الكوبي لاير ده، لاير كوبي تحت، وبعد كده نختار نيجي هنا نعمل رينيم، نخلي ده نسميه ده ريفليكشن، وبعدين نسمي ده وليكن هنسميه سكالاين. بعد كده احنا ده خلاص احنا مبقناش محتاجينه، ممكن ايه ننزله في نحذفه. وبعد كده هناخد كوبي تاني من ريفليكشن. تمام، وبعدين هنروح لفلتر، بعد كده هنيجي هنا من بلو ونختار موشن بلو بالشكل ده كده. هنخلي الانجل زاوية نخليها 90، وهنخلي الديستانس 35 بالشكل اللي احنا ايه شايفينه ده. وبعد كده هنيجي على الريفليكشن ده والريفليكشن ده نعمل لهم دمج لللايرز عن طريق كنترول، نضغط كنترول اي بالشكل ده. وبعد كده هنروح نجيب التول اللي هي سمادج تول. تمام، سمادج تول هنا، وهنيجي هنا خلي بالك ان انت تختار يعني الميديوم ويبقى الهاردنس هنا 0. نخلي بالنا نعمل السترينث هنا نخليه 10، وبعد كده تبدأ تشتغل الشغل بتاعك بقى بتاع
البلور نفسه ان انت ايه يبقى يكون في واقعية اساس ان في تمويجة للمية بالشكل ده كده. نيجي هنا كده ناخدها كده ايه بالشكل ده، بحيث برضو ايه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وبعدين نعمل كنترول شيفت ان او نيو لاير بالشكل، او ممكن تعمله من هنا. بعدين نركز نشوف يكون اللون الاسود هنا واللون الابيض هنا، يعني لو هم عكس، انت لو هم كده هتضغط اكس وترجعهم بالشكل ده كده. وبعد كده هتعمل كنترول ديليت، تمام بالشكل ده. وبعد كده هنروح لفلتر، ومن فلتر نختار بلور. بعدين هنختار هنختار نويز، وبعد كده اد نويز بالشكل ده كده. هي هتكون 400. لو هي عندك هنا يونيفورم هنا هتخليها جيزيان هنا خليها 400. وبعد كده يكون انت برضو لو هي مش متسلك عليها هنا صح تسلك عليها وتديها بعد كده اوكي. وفي نفس الخطوة برضو هتروح تاني لفلتر، هتختار بلور، ومن موشن بلور تختار موشن بلور، وتختار الانجل هنا تخليها 0، تمام، وتخلي الديستنس هنا 50. وبعدين هتعمل حاجة، اما هتعمل كنترول ال او هتجيب الليفل من الادجستمنت. فاختصارا للوقت هنعمل كنترول ال، وعندك الار جي بي هنشوف في ارقام احنا هنحطها دي هتبقى يعني شبه ثابته معانا ان عشان تطلع الجوده اللي احنا محتاجينها. فاحنا محتاجين الاول نضغط هنا 1.47 تمام بالشكل كده، وتخلي ده 0.53 وهتخلي ده 219 بالشكل اللي احنا شايفينه ده. كنترول 0 يقرب لنا الشاشة زي ما احنا شايفين، او ان احنا نعمل الت والسكرول نشتغل عليها. بعد كده هنعمل كنترول تي. كنترول تي هنعمل ترانسفورم، اما كنترول تي او هتجيبها من الايديت. برضو باكد تاني لو انت لسه مبتدئ ومحتاج انك تتعلم فوتوشوب، فاحنا بالفعل بنعمل كورس فوتوشوب شغالين فيه يوم الاثنين والجمعة. طيب هنعمل رايت كليك من هنا ونختار برسبكتيف. وبعد كده عشان نشوف نقط الهروب بتاعتنا هتيجي هنا من الكورنر ده بالشكل ده كده وايه وتشد. وبعد كده هتيجي من هنا من الجزء ده عشان يبقى بريس برسبكتيف. بعد كده اضغط انتر. طيب بعد كده هروح الفلتر، ومن بلور بس المرة دي اختار جيزيان بلور. لو هي عندك هنا 1 فانت هتخليها 2. هي عندي انا بالفعل مظبوطة. طيب بعد كده هاخد كنترول جي، هاخد كوبي من اللاير، والفترة مؤقتة هروح خايف اللاير ده ومشغل اللي هو الريبن هنا اللاير ده. وبعد كده هعمل البلاند مود الخاص باللاير ده، هعمله سوفت لايت تمام بالشكل ده كده. واقلل الاوباسيتي هنا مثلا ساي وليكن اعملها مثلا 6 او 30 او 35 37 برضه كله متاح. وبعد كده هعمل فيزيبل لللاير هنا، هظهر اللاير ده وهاجي عليه وهعمل كنترول اي تمام بالشكل ده كده. والمرة دي هختار البلاند مود بتاعتي هتكون اوفرلاي. وبرضه هعمل ممكن اعمل الاوباسيتي بتاعتها هتكون 30 ساي مثلا تمام كده. وبعد كده هاجي من موف من هنا، وهاجي هنا عشان بس اسحب الشادو لتحت هضغط علامة الكيبورد في الكيبورد للسهم لتحت كده. انا بس هعمل لكم زوم عشان اظهر لكم بالشكل ده كده اهو، حتى تلاحظ الشادو بينزل او بيطلع لتحت زي ما احنا شايفين كده تمام. وبعد كده هنروح نختار نجيب من هنا بلور
نختار بلور من هنا. تمام، وهاجي بالشكل ده كده، بس زي ما قلنا هتبقى السترينث هنا 100. ماشي، واختار بالشكل ده كده، بس نظبط الدنيا هنا. ماشي، وبعد كده هاجي هنا بالشكل ده كده، وبعدين في الاخر هرجع لسكاي لاين وهعمل خطوة مهمة، هتبقى كنترول شيفت الت اي بالشكل ده كده. تمام، وبعد كده هروح هروح للجريدينت، وخلي بالكم لو تختاروا تختاروا المود ده. تمام، بالشكل ده، ويكون كل حاجة 100، وهتيجي من هنا من منتصف من هنا، وهتعمل تضغط شيفت وهتاخد لغاية الجزء ده كده. تمام، وبعد كده ممكن نقلل الاوباسيتي بتاعته، نخليها وليكن سي مثلا 31 او 30. ماشي، 30 بالشكل ده كده. وبكده تكون تعمل طبعا كنترول اتش عشان يشيل لك السكاي لاين. وبكده احنا ان شاء الله نكون خلصنا ازاي ان احنا نعمل الصورة ده. شكرا لكم.